انا بص يعني انا يعني دخلت يعني عملت برامج كتير، بس اول مره اسمع مقدمه كده بصراحه. لا والنبي. والله ربنا يكرمك يعني، بس اتمنى اكون فعلا يعني استحق ان يتقال عليا زمن باسمي، او انا طبعا ده الحمد لله رب العالمين، وربنا يا رب يزيدها نعمه يعني، او يديمها نعمه علينا يا رب. لكن الموضوع بسيط في رايي انا، انك انت او الانسان عموما يجب ان هو دايما يفتكر اصله، ودايما يفتكر نعمه ربنا سبحانه وتعالى عليه. لو افتكرها اعتقد ان هو هيحافظ هيحس عليه. هيحس ان هو قليل قوي، لان هو ما كانش كده. احنا ما كناش كده واحنا صغيرين. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، يمكن مش عايز اخش في الموضوع على طول يعني، بس كنت انا مثلا من النوع اللي احلم امشي جنب سور النادي الاهلي. كنت بحلم. لما وصلت انا كنت برجع الحته اللي انا كنت بحلم فيها دي اقعد فيها. كويس. الله. فانا يعني الحمد لله رب العالمين، انت حققت لي الامنيه، او حققت لي الحاجه اللي انا كنت يعني نفسي اعيشها. فلما يكون ربنا كان بيسهل لك هذه الامور، غير بقى طبعا الله سبحانه وتعالى هو الفضل الاول طبعا يعني. طبعا. وبعدين بقى الاب والام والاخوات والناس كلهم اللي ساعدوك، والاصدقاء الحلوين يعني اللي ساعدوك انك توصلي لهذا الامر بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لازم الواحد لو افتكره، اعتقد لازم يفتكر اللحظه الاولى اللي كان بيتمنى فيها حاجه تتحقق. طيب. حلو قوي طبعا، ما هو ده اكيد سبب من اسباب انه ربنا منحك المنحه، وهو